السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. طلعت العقوبات بتاعة مباراة بيراميدز والزمالك اللي بتخص دونجا ومصطفى شلبي. بعيدا عن الغرامة وبعيدا عن الكلام اللي اتقال، التقرير ضاع ومراقب المباراة ما سلموش، وناس قالت على السوشيال ميديا لا التقارير موجودة واتسلمت. بعيدا عن الكلام ده كله، لكن إيقاف اللاعبين 4 مباريات في السوبر. يعني ايه ايقاف اللاعبين 4 مباريات في السوبر دي؟ انهي لاعب في مصر كلها اتوقعت عليه عقوبة في بطولة معينة؟ يعني انهي لاعب في مصر اتوقعت عليه عقوبة، اتوقعت عليه في بطولة معينة؟ لا، ويقول لك 4 مباريات في السوبر. طيب على فرض ان الزمالك ما فازش بحاجة السنة دي وما وصلش للسوبر، يبقى اللعيبة دي خلاص كده العقوبة بتاعتها خلصت؟ بلاش دي. على فرض ان اللعيبة دي اصلا مشيت من الزمالك، يعني اصلا اللعيبه دي مشيت من الزمالك وما كملتش حتى نص الموسم ده، يعني حتى ما كملتش نص الموسم، اتنقلت في يناير مثلا لاي نادي تاني، يبقى العقوبه سقطت. زي كده في القانون العقوبه سقطت بالتقادم. ده ده بجد ولا هزار؟ يعني العقوبه دي جد ولا هزار؟ يعني عايز بجد افهم ايه العقوبه المايعه دي. ويرجع يقول لك اصل الاهلي هو نادي الدوله والاهلي هو الننوس. يا اخي يا اخي ننوس مين؟ يا اخي ننوس مين؟ ننوس مين؟ ننوس مين؟ النانوس اللي اتطبطب عليه؟ يعني اللعيبه كانت اتحبست اساسا، المفروض تتحبس شهر. اللعيبه دي اصلا كان المفروض تتحبس بالواجب شهر. الامارات عملت واجب معاهم وافرجت، حتى ما كملوش اي حاجه. ماشي، يعني ما افرجوا عنه من شهر ل4 ماتشات في السوبر. هخليني معاكم برضو، يعني الزمالك واللعيبه دي فضلت في الزمالك، والزمالك هقول فاز ودخل السوبر، هيفضلوا يلعبوا 4 سنين؟ ما هو السوبر بيتلعب بالنظام الجديد، فرقتين بيقابلوا بعض، بطل الدوري مع بطل الرابطة، وبطل الكاس مع الكارت الذهبي اللي الزمالك كان داخل بالكارت الذهبي ده. فحضراتكم بقى الزمالك لعب مثلا مع سين او صاد او عين من اي الفرق واتغلب، ادي اول ماتش. نيجي للسنه اللي بعدها نفس الموضوع، ادي تاني ماتش. هنقعد كده 4 سنين، 4 سنين عشان اللعيبه، يعني الاربع، يعني احنا ضامنين الاثنين لعيبه دول هيفضلوا في الزمالك، هيفضلوا في الزمالك موسم. 4 مواسم لا، ده هم كمان يبقوا 5 مواسم يعني. هو المفروض ان السوبر قبل البطوله. 4 مباريات، 4 مباريات في السوبر. والمشكله ان كان في لائحه قبل ما هو البطوله دي تبدا اصلا، عقوبات رادعه لاي حد، لاي حد هيسيء لاي شيء في اي حاجه. اللي هيقول بخ للاتحاد ككل، اللي عشان انت قلت بخ هتتوقف وهتدفع غرامه وحاجات من دي كده. ايه ده؟ ايه قمه الازدواجيه في المعايير دي؟ ايه قمه التهريج ده؟ ايه قله انعدام الضمير دي؟ بجد اقسم بالله يعني مش لاقي كلام اقوله، والله العظيم انا ما لاقي كلام اقوله. حسبي الله ونعم الوكيل.